كل ليلة نفس القصة، معصية، دمعة، ندم، وبعدين نوم. تصحى الصبح تحاول تنسى، تحاول تقنع نفسك إنك هتتغير، بس تيجي بالليل وتقع تاني. بقولك أهو، أنا عارف إحساسك كويس، عارف يعني إيه تبقى حاسس إنك متكسر من جوه. كل ما تفكر في ربنا تحس بكسوف، تحس إنك ما تستاهلش حتى ترفع عينيك للسما. خد بالك، الغفلة مش دايما شكلها ضلال، ساعات شكلها صلاة سريعة، أو ورد اتقطع، أو ذنب صغير بقى عادة، وساعات شكلها ضحك وزحمة وخروجات، بس القلب فاضي، فاضي من الطمأنينة، فاضي من النور، فاضي من المعنى. في ناس بتبعد عن ربنا بسبب الشهوات، وناس بسبب الصدمات، وناس تاهت سنين وهي مش حاسة إنها تايهت، لحد ما في لحظة تصحى تلاقي روحها تقيلة، تلاقي القلب مات أو بيموت. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني إيه؟ يعني كل ذنب بيعمل علامة، وكل مرة بنتجاهل الألم ونسكته القلب بيبقى أغمق. بس في نفس الوقت الحديث بيقولك الطريق: نزع زائد استغفار زائد توبة، قلبك يتثقل تاني. اسمعني كويس، أكتر عذاب بيكسر الإنسان مش نار جهنم، لكن هو إحساسه إنه مش محبوب عند ربنا، إنه مش من أهل القرب، إنه بعيد ومفيش أمل يرجع. بس السؤال الحقيقي مش هو ربنا لسه بيقبلني، السؤال اللي لازم تسأله لنفسك هو: أنا لسه عايز أرجع له ولا استسلمت؟ لو قلبك لسه بيوجعك، لو دموعك لسه بتنزل، فده معنى واحد بس: إنك لسه على قيد الرحمة. اسمعني كويس، أكتر حاجة بتحبط الإنسان مش الذنب نفسه، لكن إحساسه إنه مفيش فايدة، إنه مهما تاب هيرجع، ومهما حاول هيفشل، فيقنع نفسه إنه يكمل على اللي هو فيه، ويقول جملة قاتلة: أنا كده كده ضايع. بقولك أهو، الشيطان مش بيجي يقولك اكفر، هو أذكى من كده بكتير. هو بس بيقولك خليك زي ما انت، ما تحاولش ترجع، يحسسك إنك لو وقفت قدام ربنا تبقى منافق، ولو بكيت في سجدة تبقى بتمثل، ولو فتحت مصحف تبقى بتتاجر. مع إن الحقيقة كل خطوة ناحية ربنا حتى لو مش كاملة هي انتصار. خد بالك، إبليس خسر لما رفض يسجد، بس كمل خسايره لما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو مش بس عاصي، ده عايز يقطع عليك الطريق وانت راجع. كل مرة تنوي تتوب تلاقي نفسك بتفتكر الذنوب القديمة، تفتكر شكلك وانت بتغلط، وتقول: أنا استاهل أحب، أنا استاهل يغفر لي. بس خد بالك من كلمة اتقالها النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مش قال كمن غفر له، قال كمن لا ذنب له. يعني ربنا مش بس بيغفر لك، ده بيمسح الذنب من كتابك كأنك ما عملتوش أصلا. المشكلة مش إنك وقعت، المشكلة إنك صدقت إنك لازم تفضل واقع. وربنا ما طلبش منك تكون معصوم، طلب منك كل ما تقع تقوم، وكل ما تبعد ترجع، وكل ما تغلط تستغفر. صدقني، لو قلبك موجوع ده مش ضعف، ده دليل إن ربنا لسه بينادي عليك. الوجع ده مش غضب، الوجع ده رسالة. بقولك أهو، ربنا عمره ما كان بينادي الطاهرين بس، ده بيناديك انت وانت مثقل، بيناديك وانت مليان ذنوب. بيقولك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مش قال يا عبادي الصالحين، ولا قال يا عبادي التيبين، قال اللي أسرفوا، يعني اللي غرقوا، اللي بعدوا، اللي اتكسروا. يعني لو انت منهم فانت المقصود. أيوة، الآية دي نازلة علشانك، مش علشان غيرك، ومش علشان الصالحين، دي علشانك دلوقتي وانت بتسمعني. خد بالك، ربنا بيحبك، بس مش الحب اللي في خيالك، ده حب حقيقي، حب ستر، حب صبر، حب حلم. لو ما كانش بيحبك كان سابك تموت على معصيتك، بس هو مديلك فرصة وفرصة تانية وفرصة ألف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الدهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. عارف يعني إيه؟ يعني طول ما الشمس بتطلع من المشرق الباب مفتوح، وربنا مستنيك، مش بعصا ولا بتأنيب، مستنيك بحضن، بحضن التوبة. المشكلة مش في ربنا،
المشكلة إنك مش قادر تسامح نفسك، بس هو سامحك من قبل ما تطلب. كل اللي محتاجه منك خطوة، بس خطوة حقيقية، نابعة من وجعك، من حبك، من شوقك. وخليني أقول لك حاجة تانية، لو كنت بتعيط بعد الذنب فأنت مش فاجر، أنت عبد تعبان نفسه يرجع، بس لسه بيحاول يلاقي الباب، والباب قدامك ومش مقفول ولا بعيد. كل اللي عليك تدق.